طبعا كلنا شفنا اللي حصل في احداث بورسعيد وعزائنا لكل المصريين. انا اصلا زملكاوي وعمري ما كنت اتخيل ان في يوم ممكن البس فانيله النادي الاهلي، بس هم بغبائهم كل ما بيحاولوا يفرقونا بيجمعونا اكتر. لان خلاص ما بقاش في حاجه اسمها اهلي وزمالك، بقى في حاجه اسمها مصر واللي هي اهم من كل حاجه. المطرب الاهبل دايما بيتكلم عن المؤامرات، ومذيع البط بيتكلم عن الاجندات، ومش هاممهم اللي بيحصل في مصر. انا نفسي اعرف حاجه واحده، دول ملتهم ايه؟ يعني دين ابوهم اسمه ايه؟ المؤامره موجوده فعلا، بس تعالوا نشوف هي ممكن تبقى ازاي. لما الاستاد يتفتح من غير تذاكر واي حد ممكن يخش من غير تفتيش، دي تبقى مؤامره. لما البلطجيه تهجم على الجمهور والجمهور يحاول يجري عشان يطلع من الباب اللي ورا، والباب اللي ورا يتكسر عليه يلاقي بلطجيه كمان، دي برضه تبقى مؤامره. لما نور الاستاد يطفي عشان ما يبانش مين بيضرب في مين، برضه دي تبقى مؤامره. المشكله ان احنا عارفين مين السبب في كل ده وسكتنا ولسه ساكتين. ما احنا بقينا اخوان وليبراليين وسلفيين وعلمانيين، واحنا اسفين. واخرها بيحاولوا يفرقونا ويقسمونا اهلاويه وزملكاويه، بورسعيديه ومحلويه، بعد ما كنا كلنا ايد واحده من ايام 73 لحد ما قتلوا منا 73. لان بكده هننضم لمينا دانيال والشيخ عماد عفت وغيرهم كتير وقفوا في وشه وقالوا لا. ما هو الطرف الثالث ده مفتري وما بيرحمش. بس هو مش شخص واحد، خلوا بالكم، هو عده اشخاص بيتحكموا في مئات الالاف. بس اللي انا عايز اعرفه، الاشخاص دي ملتهم ايه؟ يعني دين ابوهم اسمه ايه؟ فوقوا يا مصريين. اللي يقول ان جمهور بورسعيد هو السبب ورا الاحداث اللي حصلت دي، زي بالظبط اللي بيقول ولا يوم من ايامك يا عدلي، ناس مغيبه مضحوك عليها وعدمت الشخصيه. للاسف الطرف الثالث دلوقتي بيجبرنا ان احنا نقول احنا اسفين يا مخلوع وارجع لنا يا عدلي. عرفتوا دلوقتي ليه العدلي كان بيضحك جدا وسر ابتسامته في القفص؟ كان بيقول في سره اللي جاي احلى. الطرف الثالث حرق المجمع العلمي، سرق البنوك والصرافات وعربيات نقل الاموال، وبيقطع الطريق وبيقتل المتظاهرين وبيسحل المصريين. الطرف الثالث قتل 73 مصري في بورسعيد. بس عادي يا جماعه، ما تقلقوش، ده بيحصل في كل بلاد العالم عادي يعني. اللي عايز اعرفه الاشخاص دول ملتهم ايه؟ والطرف الثالث ملته ايه؟ يعني دين ابوهم اسمه ايه؟